اعتقد ان الحكام عندنا هيسيبوا اعمالهم ووظائفهم ويتفرغوا للتحكيم. في ناس كده، انا على فكره انا اعرف حكام ما بيشتغلوش اصلا على فكره. انا اعرف الدرجه الثانيه ممكن في الدوري بدرجه ثانيه وبتاع ما بيشتغلوش اصلا. فده بالتالي ده طوق نجاه. وفي نفس الوقت هتزيد مستواه وتعمل دورات كل فتره، دورات تاهيليه لتطوير مستوى التحكيم في مصر. وده مش عيب ولا حرام، وبيحصل على فكره. يعني بيحصل في كل الدوريات المحترمه في الدنيا. فطبعا الراجل مقتنع اللي دي برضه هيناقشها على مائده المفاوضات. طب على ذكر ما سيناقشه، برضه هو لمح في كلامه، وانا دايما بكرر هذا السؤال على ضيوفي، موضوع الرابطه. والرابطه على راي الفيلم اللي كان بتاع البيه البواب ده. ايوه. الرابطه اللي هي المفروض ان هي مش رابطه دلوقتي. ايوه. يعني هي مش مربوطه. أيوه. غير قانونيه، غير شرعيه دلوقتي. هي مستمره بتشكيلها السابق اللي المفروض انتهى مع نهايه الموسم اللي فات. والله انا قلت الكلام ده. ما حضرتك اكيد يعني هتقول لي وجهه نظر حضرتك. لكن هو قال انه يعني سينظر في امر هذه الرابطه وفي تشكيلها وفي وجودها اصلا. وقال ده تقريبا في تصريحات سابقه، في حين انه برضو كان احد المبررات اللي قالها احد اعضاء الرابطه انه احنا مش عايزين نعمل انتخابات عشان لسه اتحاد الكوره ما انتخبش المجلس بتاعه او لم ينتخب المجلس، لانه المفروض في 2 بيرشحهم مجلس الاداره يكونوا اعضاء في الرابطه. إذا ننتظر حتى يكون هناك انتخابات. معنى ده الانتخابات خلصت في اتحاد الكوره، هل مثلا في يناير او في ديسمبر هنشوف رابطه جديده؟ هل الرابطه دي مستمره؟ هل في نظره لالغاء الرابطه اساسا؟ ايه اللي بيجري في الكواليس؟ اولا انا عايز اقول بس كل التحيه، انت فكرتيني بالممثل العبقري العظيم احمد زكي، الله يرحمه، البيه البواب، اللي ما فيش حد زيه. يعني انا بشوف ان احمد زكي على سبيل المثال وعمر الشريف ورشدي اباظه، بقول دول بشوات التمثيل في مصر. ايوه طبعا. بصراحه حاجه يعني كل الادوار عملوها في التاريخ. فعجبتني اللقطه بصراحه، لازم اقول لك. طبعا جميله سيدة الرابطه. طبعا طبعا البيه البواب بالظبط. يعني احنا مش بنتردر على الرابطه دي، لكن هو الافيه بس حكم يعني. طبعا لكن هنشوف الرابطه دي موجوده يعني ولا؟ هو الرابطه الاولى مش الثانيه. انا اعتقد يمكن انا اتكلمت مع كابتن الاستاذ جمال علام قبل ما يمشي، وقلت له تعيينات ميكالي والتدريبات ورؤساء المناطق، انت وجودك لمده شهرين انت عملت تعاقدات 3-4 سنين ازاي؟ يعني انت عينت رؤساء مناطق 3-4 سنين. ازاي؟ هو ده قانوني؟ طب ما انت مشيت المدربين. طبعا لا. وهقول لك على حاجه الجديده بقى، الجديده اللي هاني ابو ريده قال لوليد العطار مع حفظ الالقاب يعني راجع اخر سنه اللي كل التعيينات اللي حصلت في اتحاد الكوره وفي المناطق. في مراجعه ماليه واداريه جوه طبعا